من غير ما أحسسهم إني سمعت حاجة. كده هم عارفين إن الأصوات في الشقة بتسمع. ده غير إن كمان نظرات نادر وتامر كانت واضحة قوي إنهم مش حابين وجودي. لكن مش مهم، أنا عمري ما فرق معايا حاجة زي كده، لأن اللي أنا متأكد منه إن مش كل الناس هتجتمع على حبك، وده شيء مفروغ منه. وعشان كده أخدت بعضي ونزلت تحت، وورايا نزل بهاء اللي شالي الشنطة لحد ما لقينا تاكسي يوديني لموقف الميكروباصات. وبعد كده التاكسي اتحرك للموقف ونزلي السواق الشنطة من العربية. بعدها أخدتها منه وحاسبته، وبعد نفس عميق اتحركت لسواق من اللي واقفين في الموقف وقلت له ميكروباص القاهرة فين؟ لما قلت كده وبابتسامة هادية شاور لي على المكان، ولأنه كان لسه محملش قال لي أقعد هنا لحد ما يندهي عليا. هو بدل ما أقعد كل ده جوه، كفاية السكة. وعشان ده اللي أنا كنت عايزه سيبت له الشنطة وقعدت على جنب، وفي وسط ما أنا قاعد